اهلا بيكم في يوجا وذ روضة. انا روضة، ولو عايزين تعرفوا تتمرنوا امتى وتعملوا يوجا امتى في رمضان، وقت الصيام ولا بعد الفطار، تعالوا انا هقول لكم. احنا اكيد دلوقتي عندنا تو اوبشنز، يا وقت الصيام يا بعد الفطار، وخليكم كملين لاخر الفيديو هقول لكم انا كروضة بفضل ايه، ودي احسن حاجه بتشتغل معايا انا. اول حاجه نقدر ان احنا نتمرن وقت الصيام سبيشالي بعد ما نصحى بحوالي ساعه. الجسم على فكره بيكون نشيط، بيكون خفيف، وبيكونش لسه حاسس باي جوع ولا عطش، وجسمنا بيكون عنده طاقه انه يتحرك، وهنكون خفيفين جدا في الحركه. بس طبعا ده بالنسبه لليوجا. بالنسبه للتمرين تقدروا تتمرنوا تمارين منخفضة الشدة، وما نتمرنش تمارين صعبة قوي وقت الصيام. تاني اوبشن انه انتوا تتمرنوا بعد الفطار، سبيشالي بعد الفطار بساعتين، يكون الاكل اتهضم شويه، نقدر ان احنا نعمل يوجا في اي وقت احنا عايزين. وكمان تقدروا تتمرنوا بعد الفطار برضو بساعتين اي تمرين بتحبوا تعملوه. خليني بقى انا كروضة اقول لكم انا بفضل ايه. انا بفضل اتمرن الصبح واعمل يوجا الصبح بعد ما اصحى بحوالي ساعه لساعتين بالكتير. انا جسمي بيكون لسه فريش، بيكون عندي طاقه، بحس ان انا خفيفه في الحركه ومش تقيله. كمان عشان بعد الفطار بيكون عندي حاجات كتير عاوزة أعملها، شغل، صلاة تراويح، أقرأ حاجات، بقرأ قرآن، وحاجات كتيرة قوي بعملها. فدايما بخلي الحاجات دي تكون بعد الفطار أكيد. وقت الصيام بيبقى عندي وقت، بيبقى عندي مساحة من الوقت كبيرة أعمل فيها أكتر من حاجة. لو حابين تعملوا اليوجا وقت الصيام أو بعد الفطار، كده كده أنا عندي فيديوز على قناة اليوتيوب دي من 5 دقايق لغاية حاجة و20 دقيقة، تقدروا تتمرنوا في اي وقت انتوا عايزينه. دي اول مره انا اطلع اتكلم معاكم من غير ما اعمل يوجا وتشات شات. قولوا لي في الكومنتس انتوا بتحبوا تتمرنوا امتى، بتحبوا تعملوا يوجا امتى، وقت الصيام ولا بعد الفطار. كل الحب ليكم، اشوفكم في الفيديو اللي جاي.